كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل هلال شهر رمضان استقبله بوجهه ثم يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة ودفاع الأسقام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وسلمه منا حتى يخرج رمضان وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا. رمضانكم مبروك، الناس الكل ينعاد عليكم بالخير واليمن والبركة. والأول مرة في تونس لما تونسية اليوتيوبرز تونسيات يقدموا لكم أحلى طاولة رمضانية تونسية، تبداها شادية بكاس العصير التمر متاعها البنين والمغذي، ومليكة بشربة الشعير بالصبارس من ولاية المهدية، وسندة تقدم لكم بريك الدنوني التونسي اللي ما يختارش طاولة تونسية، وآية تقدم لكم سلطة البلانكيت الزمنية، وطاجين الملصوقة من يديات كويزين ألفا، واللازانيا بالدجاج من عند منيرة، وتتزين طاولتنا بطبق الرز بالفاكهة من يد يمينة الباهية، وتبسي الكسكسي بالعلوش من يديات سوسن، وتحلى السهرية مع بوزة كوجينتي، وديسير نوران الساهل، والغريبة البيضة بالبرتقال من لمسة جمال، وصمصة اللوز من وصفات اللذيذة، ونختموها بسحورنا مدموجة تونسية زمنية من طبخ ميمي. وما ننساوش بقية القنوات اللي ما قدروش يلتحقوا بينا في أول لما لينا، ونتمنوا لهم التوفيق اللي هما ليلى بالازهر، واستناوها أول نهار في رمضان في مائدتها الرمضانية وجو رمضان عندها، وقناة سوزانا بيوتي، وكويزين ظاهري نجاة الوسط، وكويزين ميديتيرانيين. وتلقاو الروابط نتاع القنوات الكل هذوما المشتركات والمش مشتركات تلقاوهم في صندوق الوصف، ونخلي لكم التفاصيل نتاع كل وصفة. وماذا بكم تدعموا اليوتيوب التونسي والقنوات التونسية، ونخلي لكم مع تفاصيل كل وصفة. عسلامة، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله باش نعملوا دبارتنا نتاع الشوربه التونسيه نتاعنا، شوربه الشعير هذيا. نحلوا عليها فطرنا في رمضان. وان شاء الله اليوم الفيديو هذا باش يكون تعاون مع قنوات اليوتيوبرز التوانسه الكل كاين. ان شاء الله يكون تعاون مبارك من بيناتنا، وان شاء الله رمضانكم مبروك الناس الكل. ونبداو باول حاجه. حطيت لهنايا زيت، اي نوع زيت تحب عليه، وثوم وبصل نحطهم على النار باش نذبلهم شويه. في نفس الوقت باش نحضرها ان شاء الله، باش نعملها الحوت نتاعنا هذا نتاع موجود معناها معروف، حوت هذا نسموه سبارس، نستعملوه في الشوربه اغلبيه الوقت معناها. والشوربه هذه نجموا نستعملها اما بالحوت، اما بلحم الدجاج، والا لحم الخروف، والا بالكروفات، والا انواع الحوت. اغلبيه انواع الحوت يجي معها. ان شاء الله اليوم باش نستعمل معها السبارس. كما تشوفوا عندي ماء على الغاز يغلي، باش نحط سبارس في الماء، باش خاطر كيف نحطوه في وسط الشوربه ممكن يسيب الشوك نتاعها والكل كاي، وينجم الانسان يعداها وتولي له مضره وكل. ان شاء الله تو باش نخليه يغلي. وهذه البصل نتاعي والثوم يتذبلوا، باش نزيد معاهم ان شاء الله كعبه طماطم كما تشوفوا، طماطم هكا نحركها شويه، ونزيدوا معاها شويه طماطم معجونه، طماطم مصبره للاخوات اللي ما يفهموناش، طماطم مصبره، وشويه تابل كرويه عملتهم ناي ومعاهم ثوم، وان شاء الله فلفل احمر كما تشوفوا، هذا فلفل احمر وكركم وفلفل اكحل. نخلوهم يتذبلوا مع بعضهم ويتجانس كل المكونات كل مع بعضها. وبعد ما تتجانس المكونات كل كاي، ناخذوا من الماء هذا بتاع الحوت، الماء هذا فيه الحوت، ونصبوه لهنا على الشوربه باش القوم تاع الحوت الكل كاي تقعد تدخل هنا في الشوربه. وكي تغلي الطنجره نوريكم كيفاش نحطوا الشوربه، ونسبلوا الحوت نحطوه في وسط الشوربه، ونرجع لكم ان شاء الله. توا كما تشوفوا كل البصل والثوم والكل كاي دخلوا في بعضهم، والحاجه الكل دخلوا في بعضها. توا باش ناخذ الماء السخون هذا ونمرق فيه الشوربه تاعي. نشوفوا هكا
نكمل نمرق نصب الماء في وسط الخليط هذا اللي عملته ونرجع. توا كما تشوفوا هذه الطنجره نتاعي باش تبدا تغلي. سبلت الحوت كما تشوفوا باش نحطها في وسط الطنجره. والكونتيتي الشوربه هذه مانيش باش نحطها كلها خاطر هي ما شاء الله تزيد برشا، باش نحط معناها شطر كونتيتي، نحط معناها ابري 50 غرام كهو، خاطر هي شوربه عندنا الشوربه هذه فريك وشعير اخضر كما تعرفوا يزيد برشا. نصبها الشوربه خلاها تغلي وتطيب معناها في عقلها، خاطر تطيب في عقلها خير، خاطر هي معروف هو الشعير يمكن ساعات ينفخ الكرش شويه، نحطوه خليه يطيب في عقله ما حكايه ساعه كاكا ونخليها نغطاها ونخليها تطيب، وبعد ساعه ان شاء الله نلقاها حاضره ونوريكم شنو حطيت لها في الاخر ونسربيها لكم ان شاء الله. توا كما تشوفوا الشوربه بعد ما تعدى عليها ساعه كامله بدات تغلو بالباهي وطابت، واخذوا كعبات الشوربه كيفاش ولاو يلمعوا، ما عادش تحسوهم يابسين ولاو يلمعوا، هذاك يظهر لكم انها طابت. باش نحط لها شويه كلافس، برا يسموه الكرافس، وشويه كزبره خضراء، حطيتهم كان جدتها في الفريغو خاطر تسمى تو ما لقيتهاش، تو ما عندي شويه كان جدتها في الفريغو، باش نحطها ان شاء الله مع الشوربه ونطفي الغاز، ما نخليهاش تغلي خاطر كي تعملها تغلي مش تكحل تولي كحله، الخضره تولي كحله. نطفي عليها ونغطاها ونطفي عليها ونقدمها لكم ان شاء الله. هذه كما تشوفوا شربتي حضرت، سربيتها في البلا نتاعها، زينتها بالترونشات نتاع قارص. ونقول لكم حاجه اخرى، تنجموا المقادير هذه كل كي تستعملها في شوربه، بالنسبه الاخوان اللي عايشين برا يستعملوها في شوربه لسان عصفور، ينجموا يعملوها بنفس الطريقه هذه وتجيهم خصوصي باسمك تجيهم روعه. وان شاء الله رمضانكم مبروك. ولو عندنا احنا متشاركين مع بعضنا كما قلت لكم اليوتيوبرز التوانسه كل كي، ان شاء الله نحط لكم قنواتهم كل كي في صندوق الوصف وتراو كل كي معناها شنو عملوا اليوم. ورمضانكم مبروك مره اخرى، وما تنساوش تشاركوا في قناتي، وبسلامه.